خلّيني بقى أسألك سؤال واحد، أنت تعبان من إيه؟ تعبان إنك بتصحى كل يوم تصرف فلوس على الإعلانات وتلاقي ناس مش مهتمة، تعبان إنك بتشتغل 12 ساعة في اليوم وفي الآخر المنافسين، المكاتب اللي حواليك، الشركات اللي حواليك بتخطف العميل منك، تعبان إن كل عميل جديد بيكلفك أكتر من اللي قبله، تعبان إن بيتصل بيك 20، 30 عميل وفي الآخر ولا واحد فيهم بيكمل معاك للآخر. أنا فاهمك، وعِشت نفس المعاناة لإن عندي شركة broker وشُفت شركات كتير جدًا بتقفل بس مش عشان ما عندهاش عُملا، لأ طبعًا، عشان ما كانوش بيوصلوا للعميل المناسب في الوقت المناسب، وتخيّلوا إن العميل وعقد الشقة مجرد إعلان Google Ads أو السوشيال ميديا، ما حدش فيهم عرف إن عميل العقارات ده من أصعب أنواع العُملا اللي ممكن تتعامل معاها، ده بياخد القرار في شهر، في شهرين. في 3 فلازم بعد موضوع الإعلانات يبقى في متابعة، ومتابعة من نار، أنت بتاعي، أنت عميلي، أنا هاحضّر لك الحاجة اللي تناسبك، أنا مش هاسيبك إلا لمّا تشتري، لكن أعمل الحملة يعني ألاقي 20، 30 عميل وفي الآخر 1 أو 2 بس اللي يشتروا، ما هو لازم الشركات تقفل، شركات كتير اتواصلت معايا وقالت لي نظام الإيميل ماركتينج ده وعايزين نجرّب، قُلت لهم: "ما فيش تجربة ولا حاجة." أنا ما قُلتلهمش أكتر من اللي أنا حطّيته في القناة بتاعتي، يعني اللي أنا حطّيته ال10 فيديوهات اللي بيتكلّموا عن الإيميل ماركتينج، أنا ما قُلتش حاجة أزيد من كده. أصحاب شركات كتير جدًا في القاهرة الجديدة كانوا بيصرفوا 15 و20 و25 بيجرّبوا كل شهر campaign، النتيجة إيه؟ عميل أو عميلين بس بالكتير اللي كانوا بيشتروا، بس لمّا طبّقوا الإيميل ماركتينج زي ما أنا قايله في القناة بالضبط، في أول شهر عدد العملاء اتضاعف، وكلمة اتضاعف هنا مش بمعناها لأ، ممكن يكون عميل بقى عميلين، عميلين بقوا 4، فدي معنى كلمة مضاعفة عدد العملاء، وده مش وِحِش لإن الإيميل ببلاش، تكلفته صفرية، أنت ما بتدفعش حاجة، فجِبت عميل تمنه مثلًا هتصرف عليه 30، 40 ألف، أنت جِبته من غير فلوس. تاني حاجة قلّلوا المصاريف بتاعتهم، خلاص في عدد عملاء من المتابعة بيزيد، مش بيزيد في نفس الأسبوع ويمكن مش في نفس الشهر، لكن على مدار شهر وشهرين يقول لك لأ أنا هاعمل campaign بدل ما كل شهر، بيعملها كل 3 شهور، وفي خلال ال3 شهور دول من الإعلانات ومن المتابعة أرباحه بتزيد 200%. إزاي؟ عشان بقى يكلم العميل المناسب بالرسالة المناسبة في الوقت المناسب. لمّا تبني بقى قاعدة عُملا فيها 1000 عميل مهتم، دي مش مجرد أرقام، ده كنز قيمته مئات الآلاف. إزاي اللي أنت بتقوله ده؟ أيوه زي ما باقول لك كده، كل إيميل في الليستة دي هو عميل محتمل، ممكن يشتري منك النهارده، ممكن يشتري منك بعد سنة، ممكن يجيب لك 5 عُملا تانيين. لعلمك بقى الصدمة الكبيرة اللي أنا عايز أدّيها لك، إن كل الشركات الكبيرة واللي عندها system والمنافسين بتوعك اللي بيسمعوني دلوقتي عارفين ده، وبيطبّقوه، وبيبيعوا فيلتين و3 عن طريق الإيميل ماركتينج، ما بيصرفوش زيّك كده بالضبط، وده بيجيب ده، وده بيجيب ده. بس أنت اللي لسه هتجرّب، صدّقني ما فيش وقت للتفكير، كل يوم بيعدّي وأنت مش بتطبّق الإيميل ماركتينج في المتابعة، متابعة الحملات اللي أنت بتعملها أو إعادة الاستهداف، هو يوم بتخسر فيه عُملاء وأرباح الاتنين مع بعض، ليه بقى؟ السوق مش هيستناك، العُملاء مش هيستنوك، المنافس أكيد مش هيستناك، فأنت من الآخر قدّام اختيارين، يا إمّا تفضل تعمل نفس اللي بتعمله وتتوقع نتايج مختلفة، أو تاخد قرار جريء دلوقتي النهارده وتبدأ تبني الأصول العقارية بتاعتك، ابدأ ابني القوائم، قائمة للتجمع الخامس، قائمة 6 أكتوبر، قائمة الشيخ زايد، وصنّفهم ونضّفهم وابعت إيميلات ترحيب وابعت إيميلات انتظروا الجديد، ابدأ اشتغل يالّا، ابدأ بقى قبل ما المنافس يسبقك، كل يوم هتتأخر فيه هي فرصة بتضيع عليك. لو عايز بقى تعرف أكتر وتبدأ خطوة بخطوة تتعلم أسرار التسويق العقاري الرقمي، تابعني بقى في القناة وكل يوم هانزّل لك جديد.